فوز الأهلي بالنخبة أكد مشاركة الهلال بمونديال 2029. هذه أكثر إشاعة متداولة من بعد فوز الأهلي، والحقيقة مختلفة. وخلونا نشرح نظام المونديال من البداية. نظامه بكل اختصار إن كل دولة راح يتأهل منها ناديين. طيب كيف يتأهلون؟ أولا بتحقيقهم للنخبة، والأهلي هنا ضمن أول مقعد وباقي الآن مقعد. طيب هل هو تأكد أن للهلال؟ طبعا لا. اللي بيتأكد تأهله مع الأهلي هو النادي السعودي اللي يحقق النخبة الموسمين الجاية، سواء الهلال أو غيره. ولو حققها الهلال مثلا الموسم الجاي وحققها النصر الموسم اللي بعده، يتأهل الهلال هنا لأن حققها أول. طيب نجي للسؤال الأهم، ليش الناس تقول الهلال تأهل؟ لأن النظام يقول أن في حال عدم تحقيق أي نادي للأبطال يتم ترشيح النادي الثاني حسب الأعلى تصنيف، والتصنيف الأخير كان الهلال بالمركز الأول والاتحاد الثامن والنصر 13. فبالمعيار هذا الهلال للآن هو النادي الثاني مع الأهلي، لكن لو حقق النصر والاتحاد النخبة الموسمين الجاية والهلال ما حققها، يتأهل النادي اللي حققها. فمشاركة الهلال ما هي مؤكدة. أتمنى الصورة واضحة لكم الآن، وعطونا توقعاتكم من النادي الثاني اللي راح يتأهل مع الأهلي، ولا تنسون اللايك والمتابعة.